السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير وبصحه ممتازه ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد البيتزا اللي كتجي رائعه لا في المذاق لا في الشكل ديالها، وكذلك كتوجد بسرعه في الدقيقه 90 بعجين سائل بلا ما تعجني بلا ما تدلكي، غير في المقله وبالمعلقه طيبوها في الساعه كتوجد. بقاو معايا باش تشاهدوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنايا غادي نجيبو واحد الاناء، غادي نديرو فيه واحد جوج كيسان ديال الماء دافي. الكيسان قياس العنبه، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال خميره العجين، الخميره الحبيبات، وغادي ندير معلقه كبيره ديال السنيده. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لي مع بعضياتهم وتفاعل لي هاد الخميره مع سنيده. غادي نضيف الملح هنايا ضفت نص معلقه ديال الملح، وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر، غادي هكا نحكو هكا بين يدينا باش كيطلق النسمه ديالو. غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان وغادي نضيفوا له واحد الكاس بقياس العنبه ديال الفينو اولا السميده الرقيقه. غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان مع السميده، وغادي نضيف واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون. الا ما كانتش متوفره ديروا غير الزيت العاديه. صافي غادي نخلط كاع هاد المكونات مزيان وغادي نضيفوا الدقيق حسب الخليط. انا هنايا ضفت كاس وربع نتاع الدقيق، تقريبا كاس وربع نتاع الدقيق بقياس العنبه اللي عبرنا به الماء واللي عبرنا به السميده ديال الفينو اولا الفينو هو اللي غادي نعبروا به الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا زدت كاس، ولكن ما غاديش نزيدو كله، غادي نزيد غير ربع ديال الكاس كيف ما واضح في الفيديو. القوام ديال العجين كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون شويه ثقيل على القوام ديال البغرير كيف ما واضح لكم في الفيديو، خصو يكون بحال هكا. هنا كنحاول نوريكم كيفاش داير القوام ديالو، هو جاي ثقيل شويه بحال الشكل ديال الكيكه. وغادي نضيف واحد الربع ملعقه ديال خميره الحلوى او البيكنج باودر، وغادي نخلطو مزيان هذا الخليط وغادي نخليوه يرتاح تقريبا واحد ل5 دقائق صافي، وكنبداو نطيبوه. هنايا عندي الحشوه، عندي واحد شويه ديال الزيتون خضر مقطع وشويه ديال الزيتون كحل حتى هو مقطع. عندي واحد العلبه نتاع الطون ديال الزيت، وعندي شويه ديال الفلافل مقطعه هكا كيف ما كتشوفوا كانت عندي في المجمد. وعندي واحد شويه ديال الكاشير اللي حكيته، والطوماط ديال طوماط هكا ديال البيتزا اولا الطوماط اللي خاصه بالبيتزا اولا سوليس ديال العلبه. غادي نضيف هاد العلبه ديال الطون، غادي نضيفها على هاد مطيشه هادي اولا لاصوص طوماط، وغادي نضيف لهم واحد شويه ديال الزعتر مطحون، وغادي نخلطهم هكا باش تسهل علينا العمليه اننا نوضعو هكا فوق البيتزا بلا ما نبقاو نديرو لاصوص بوحدها ونديرو الطون بوحدو، هكا كتجينا ساهله. كذلك غادي نحتاجو الجبن، راني ما صورتوش معكم، والحشوه وجدوها قبل ما توجدوا العجينه هكا باش ما كتخمرناش العجينه بزاف اكثر من القياس. هنايا بعد ما رتاح لنا العجين تقريبا غير واحد 5 دقائق، ما تخليوهش كتر تيخمر بزاف. غادي نجيبو المقله اللي غادي نطيبو فيها نوضعوها على بوطه مهيله تقريبا غادي تطفى، ضروري تكون ناقصه مزيان باش هكا ما كيتخطفناش في الطياب. وغادي نبقاو نديرو كما كتشوفوا هكا واحد شويه ديال العجين، وكنحاولوا هكا نسرحوه. الا كانت متواجده هاد المقله فهي احسن، هكا كتسهل علينا هاد العمليه انهم هكا يجيونا هكا مدورين ومقادين. ما كانتش متوفره غير المقله العاديه تكون ما كتلصقش، وكنبقاو هكا نشكلوا منهم هكا واحد الدوائر هكا بالعجين. صافي غادي نكملوا كاع هاد الحفر هادو اللي عندي هكا في المقله، غادي نعمرهم كاملين حتى يبان لينا هكا بقى يطيب الوجه ديالو نشف والتحت ديالو بدا يتحمر صافي، وكنبقاو نعمروهم بلاصوص والحشوه. صافي كنبداو نعمرو هاد لي بيزات ديالنا. كنبداو بالاولى اللي بانت لنا طايبه، هي اللي كنديروا فوقها لاصوص اللي خلطناه مع الطون.
صافي هنايا حنايا كنطيبو وحنايا كندهنوهم بهاد لاصوص اللي خلطناها مع الطون. ضروري تكون البوطه ناقصه مزيان، غادي تطفى باش ما كيتشوطوناش من التحت وما كيتحرقوناش من التحت، وحنايا كنعمروهم. غادي نضيفوا عليهم واحد شويه ديال الكاشير، واحد شويه ديال الفلافل هكا اللي ملونه، واحد شويه ديال الزيتون الاخضر، وكنضيفوا الفرماج وكنزوقوا بواحد الزيتونه كحله في الاخر. انا اختاريت هاد الحشوه اللي كتجي سهله وكتجي كذلك موجوده في اي بيت، ويمكن لينا نوجدوا هذا الحشوه او هاد البيتزا، يعني كل شيء واجد كنوجدوها في الساع. تقدروا نتوما تعمروها باي حشوه كانت متواجده عندكم، كفته او دجاج اللي بغيتو. صافي كنتسناو على هذا الفرماج غير يذوب لنا واحد شويه غير بهذا الصهد اللي كيطلع عليهم. صافي وكنقلعوهم. الا كنتو باغيينهم الفرماج يجي دايب اكثر من هكا، تقدروا تغطيوها بواحد الغطاء هكا اللي يكون زجاجي، راه كيذوب في الساع. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين لا في المذاق لا في الشكل ديالهم. والاهم من هذا الشيء انهم كيوجدوا في الساعه، تقدروا توجدوهم وتطيبوهم وتعمروهم في نفس الوقت. كيجيو رائعين وكيجيو هشاش. هنا غادي نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيجيو من الداخل، ما كيجيوش معجنين، راهم كيجيو خفاف وكيجيو هشاش وهكا رطبين. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه بالصحه والراحه.